عيبه في حقك لما تسيب مامتك الست الكبيره في السن تنزل تجيب طلبات السوق لمجرد ان انت عندك شويه صداع او تعبان او نطع او مشغول او اي كان سبب من الاسباب. تسيب امك في وسط الزحمه تمشي في وسط العربيات تعدي تجيب طلباتها، او حتى تقف على اشاره مرور تبيع مناديل عشان معاليك معرفتش تراعيها، وعشان معاليك معرفتش تخلي بالك منها وتسمع كلام ربنا ليك. وكمان بتطلب من ربنا يكرمك ويسترك. ده انت مش عارف تحافظ على امك اللي ربنا قالك وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. ومش بس كده، اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما، واخد بالك انت؟ ومش بس كده، قالك فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، واخد بالك؟ مهم انك تاخد بالك معايا في الكلام. ومش بس كده، وقال لك كمان ايه، وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. سامع؟ واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. سايبها تنزل بقى تشتري لوحدها في السوق عشان سيادتك ايه بقى مشغول، عندك ناس تتامر وتتحكم فيهم. ما انت خلاص يوم ما كبرت على امك. كان ده قال لك كمان ايه، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيره. شايف؟ وانت سايبها بقى تنزل تجيب طلباتها وتجيب حاجاتها وتجيب محتاجاتها، وده ربنا اللي وصاك عليها. وحتى كمان رسولنا الكريم قال لك امك ثم امك ثم امك ثم ابوك. كنت وانا مسافره حصل حاجه خلتني اعرف قد ايه ان انا نعمه ربنا انعم عليا بيها. بعد 44 سنه عرفت النعمه دي ايه، والله العظيم. قبل كده ما خدتش بالي منها. في الطريق يعني واحدة ما شاء الله ربنا نعم عليها بالطول، يمكن حاجة و70 يعني ما شاء الله، يمكن 73 173 كده يعني، ما اعرفش والله. طول الطريق مقرفصة، طول الطريق في العربية مش مرتاحة، تعمل كده وتعمل كده متأذية. وانا طولي 154 متر ونص وفتفوتة. المهم قاعدة افرد رجلي واتنيها واتنطط ملكة زماني. ومن هنا جاتني المقولة بتقول خلي الطويلة تتباهى بطولها والقصيرة تقعد ترتاح وتتهنى. والله العظيم ده انا خدت بالي من حاجات كتير جدا. بنام براحتي، بفرد رجلي على السرير براحتي، بتكعبل قد كده، ببقى مخدة صغيرة فوتيه صغير كده قد كده براحتي، بقعد على كنبة الصالة وبفرد رجلي براحتي، ما باخدش مكان يعني حاجة كده كنز صغيرة. لكن الطويلة يا عيني لما تنام على السرير رجلها تطلع لبره، والله العظيم صعبته عليا. ولما تيجي تجيب مثلا حاجة يعني حاجة تلبسها طويلة كده، يعني بتبقى قصيرة ملهاش حل، يعني بتبقى مثلا عباية بتبقى قصيرة خلاص شالت منها مش هتوصلها. لكن الطويلة القصيرة لو لبست عباية طلعت طويلة بتقصرها. فتباهي بقصرك، اوعك تزعلي. شوف النعم اللي ربنا انعم عليك فيها كلها هذه الطويلة تتمناها، فخلوها تتهنى بطولها. بيقولوا في لايف مفتوح من سنة 2015، ولو اللي بيتكلم أهبل اللي بيسمع عاقل. هل من 2015 كان في تيك توك كان في الهجص اللي بيحصل دلوقتي؟ وهل من 2015 ما قطعش نور، ما فصلش نور، ما حصلش حاجة أي كوارث طبيعية لا طبيعية لأي شيء من ده؟ هو اي حد يقول اي حاجه الناس تصدقها ولا ايه؟ لما تعدي بيلعبوا على العقل، اللي هتسمع صوت غريب فهتفضل تتهيأ فيه بعد ما تخرج. والناس فعلا بيقولك قال سمعنا الصوت، والناس طلعت ايه بقى تتكلم تقولك صوت غريب، وبقى لحقني في البيت ولحقني هنا ولحقني هنا ولحقني هنا ولحقني هنا ولحقني في كل مكان. والله اذا كان اللي بيتكلم اهبل اللي بيسمع عاقل. لايف ايه اللي شغال بقاله 10 سنين ولا نت خلص ولا نور قطع ولا كرسي اتحرك؟ ده هو اللايف عبارة عن كرسي والله يعني اقول ايه، اصحاب العقول براحة. وين الناس اللي عاقلة اللي تفهم وتميز؟